الناس في الخرطوم لما يشوفوا لو الناس جمعوا زي ذيل بيتخلعوا، لو ما بنوموا بيخافوا. نحن بنطمنهم نقول لهم والله ديل اهلنا وديل ناسنا. صحيح نحن اللي قواميهم وهم عزوتنا وهم يدنا اليمين، لكن الكلام ده ما بنقول والله نحن ما دارين نعمل انقلاب ولا دارين نغير الوضع الحاصل. اطمئنوا، ما تخافوا، ما تتخلعوا، ما تخافوا. نحن شايفين انهم امبارح الكابوشيه اللي كله هناك بيتخلعوا، بس الليله ما بنوموا. الله اكبر. نحن همنا الاول وقضيتنا طالما احنا قاعدين فوق نشوف للناس مشاكلهم ونعالج للناس مشاكلهم ونحل لهم. نحن كان دايرين نسوي انقلاب يوم 25 ما كان في زول قاعد لليله برا الناس اللي بيتكلموا ديل. نحن ما بنعمل انقلاب ولا عندنا رغبه نعمل انقلاب، ونحن اتفقنا وقلنا كلمه رجال هناك، ونحن رجال عند كلامنا. الاتفاق الاطاري اللي خايفين ننط منه ده ما بننط منه، بنمشي فيه لغايه ما نكمله. نحن دايرين نقول لكم حاجه، نحن معاكم وانتم ديروا عشانكم وعشان السودانيين كلهم. ما عندنا حاجه بتوقفنا ولا عندنا حاجه بتحوزنا. نحن دايرين نوفق السودانيين، مسعانا انه السودانيين يتوافقوا ويتحدوا ويقفوا يد واحده عشان نطلع بلدنا دي. بلدنا دي كلها ماشيه في مهاوي وماشيه في مشاكل بتاعت فرقه وبتاعت استقطاب وبتاعت عداوه مع بعض. نحن انكم تتوحدوا كلكم عشان تقدروا تبنوا بلدكم، تتوحدوا عشان تساعدوا بعض وتقفوا مع بعض. البلد دي بلد فيها خير كثير، بلد زراعه، بلد الحجر ده ذاته هو معروف وفيه شنو. الناس كانوا بيقوا يد واحده ما في مشاكل بيقدروا يستفيدوا من خيراتهم دي، بيقدروا يبنوا ويقدروا يزرعوا ويقدروا يبعدوا المشاكل. الناس لنا 3 سنين ودي سنه من الرابعه قربت تنتهي، ما انجزنا حاجه، قاعدين نتغالط بس هناك في الخرطوم ننضب. انت خاين وانت معاي وانت مع زيد وانت مع عبيد. الكلام ده كفايه. الناس ملوا منه، الناس ملوا من النظم الكثير ده. انت النيل سقياه الغيمه وعدا اصبح في برشيمه، شيلاه عزيمه النار بتطول نسينا. النيل سقياه الغيمه وعدا اصبح في برشيمه.